نكت كتير ممكن تسمعها عن الصعايدة في أي مكان، أو ممكن تشوفها في أي فيلم أو أي مسلسل. النكت دي مش هدفها الضحك بس، لا، ده هدفها التجليل من الصعايدة بسبب اللي هم عملوه. وبرضه شيوخ الازهر ما سلموش من القصه دي، فهتلاقي دايما في سخريه عليهم سواء كان في الافلام او في المسلسلات، ودايما بيحاولوا يطلعوهم بصوره مش حلوه، وده كله بسبب المواقف اللي هم عملوها هم الاثنين، سواء كان مع الحمله الفرنسيه او من بعدهم. فدايما في محاوله للتجليل منهم او تنفير الناس منهم. والنهارده هكلمك عن واحد متوفر فيه الصفتين، شيخ ازهر وصعيدي، وده الشيخ علي الجرجاوي، وده الصعيدي اللي نشر الاسلام في اليابان. طب ازاي هو نشر الاسلام في اليابان؟ هو ده اللي هنعرفه، فخليك معايا. شوف يا سيدي، في سنة 1906 الشيخ علي الجرجاوي اشترى الجرايد زي ما كل يوم بيشتريها، لكن في مرة من المرات لاحظ حاجة غريبة، إن في الجرايد مكتوب فيها خبر عن اليابان، وإن اليابان هتعمل مؤتمر لمقارنة الأديان، وإن رئيس الوزراء الياباني بعت لكل أصحاب الديانات سواء كان في فرنسا أو إنجلترا أو إيطاليا أو أمريكا والدولة العثمانية، وطلب من الناس دي إن هم يبعتوا وفود ليهم يتكلم كل واحد فيهم عن الدين بتاعه وعن الفلسفة بتاعته، ومن بعدها اليابانيين هيختاروا الدين اللي هم شايفين ان هو ناسبهم. وبعد ما اليابانيين يا سيدي يختاروا الدين ده هيكون هو الدين الرسمي لليابان. طب ايه السبب في القصة دي وايه اللي خلاهم اصلا نظموا المؤتمر ده؟ والقصة يا سيدي او السبب في تنظيم المؤتمر ده ان اليابانيين بعد ما انتصروا على الروس كانوا شايفين ان هم محتاجين لدين جديد، وان معتقداتهم اللي كانوا ماشيين عليها في الاول دي مش هتمشي معاهم تاني خالص، وان هي عافى عليها الزمن، فعشان كده هم نظموا مؤتمر عشان يختاروا دين جديد. طبعا الشيخ الازهري علي الجرجاوي لما شاف الخبر شاف ان دي فرصه لنشر الاسلام، والراجل كان شايف ان دي فرصه ولازم نغتنمها وما ينفعش ان احنا نفوتها. الراجل راح على طول راح مكلم شيوخ الازهر او القائمين على الازهر عشان يتحركوا في القصه دي، لكن شيوخ الازهر او القائمين على الازهر في الوقت ده كان في حاله تراخي ومحدش اتحرك منهم. الراجل لما عرف ان مفيش فايده خالص قرر ان هو يسافر بنفسه، فراح مروح البلد فباع الخمس فلل اللي هم حيلته عشان يسافر بيهم اليابان. وبالفعل الراجل سافر من اسكندريه، ورحلته استمرت لشهرين من اسكندريه على ايطاليا على الهند لغايه ما وصل اليابان. ولما وصل الشيخ علي الجرجاوي لليابان لقى شيخ تونسي ولقى شيخ هندي كانوا مهتمين بنفس الموضوع، وكانوا شايفين ان دي فرصه ولازم نغتنمها، وكانوا برضه مسافرين على نفقاتهم الخاصه. ولقوا برضه الدوله العثمانيه بعت وفد كبير، فجمع الشيخ علي الجرجاوي والشيوخ اللي معاه مع الوفد العثماني عشان يتكلموا عن الاسلام. وبسبب الشيخ علي الجرجاوي والوفد اللي معاه اسلم عدد كبير من اليابانيين في وقت قريب. الامبراطور الياباني كان معجب بالاسلام وكان على وشك ان هو يدخل فيه، لكن خوفه على الكرسي هو اللي منعه. وقيل عن الشيخ علي الجرجاوي راجل الصعيد بعد رحلته اليابانيه دي ان هو لو فضل في اليابان كان اسلم عدد كبير من اليابانيين. وبكده يا سيدي بعد الفيديو ده اكيد عرفت ليه هم بيطلعوا نكت على الصعايده او بيستهزئوا او بيقللوا من شيوخ الازهر، وبيحاولوا ان هم يدفنوا شيوخ الازهر الحقيقيين وبيطلعوا بس اللي هم الشيوخ اللي ما لهمش 30 لازمه.